زهقتوا من الفطار والعشاء والسندوتشات التقليدية اللي دايما كلنا بنعملها؟ تعالوا نعمل مع بعض أحلى سندوتش مش هنبطل أكل فيه وطعمه بجد رهيب. يلا زي ما اتعودنا، قبل ما نبدأ أي فيديو يلا نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا بسرعة نشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي. أول حاجة رفعت طاسة على النار، بس أهم حاجة تكون الطاسة دي غير لاصقة، عشان دي الغلطة اللي أنا وقعت فيها وهتشوفوا دلوقتي بنفسكم. نزلت فيها بشوية زيت، هنحتاج بيضتين، حطيت عليهم ملح وفلفل اسود، ضربتهم بالشوكة كويس قوي. اول ما الزيت سخن نزلت بالبيض كأني بعمل اومليت بالظبط، واول ما البيض يبدأ يتماسك ويدخل في السوا والوش بتاعه يبدأ ينشف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، نزلت عليه بقطعتين من التوست. التوست هنا استخدمي سواء توست ابيض او حبة كاملة، مش هتفرق خالص. وبعد ما البيض يستوي ويبدا ياخد لون من ناحيه، ابدا اقلبه على الناحيه التانية. وهنا كانت الطاسه اللي انا مستخدماها هي كانت بتلزق فيها الاكل شويه، عشان كده بقول لكم استخدموا طاسه او صينيه تكون مش بيلزق فيها الاكل. قلبته على الناحيه التانية، واي بيض يكون خارج بره التوست ادخله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حطي بقى اي حشو تحبيه، انا حطيت جبنه رومي، جبنه شيدر، موتزاريلا، تركي مدخن. الناحيه التانية حطيت خس كابوتشا وشرايح من الطماطم، وقفلت التوست على بعضه. انا نقلته في طاسه تانية علشان التلزيق ده هيخلي الساندوتش معايا ما يلزقش. هغطيه لحد بس ما الجبن تسيح وياخد لون من ناحيه، اقلبه على طول على الناحيه التانية ياخد لون، وبعد كده اطلعه على طول. يلا بقى نسمع مع بعض صوت القرمشه. شايفين شكله من جوه عامل ازاي؟ والجبن سايحه خطيره بجد، طعمه يا جماعه رهيب. متاكده انه هيعجبكم جدا، وتغيير عن الاكل التقليدي في الفطار او العشاء. وممكن على فكره كمان نعمله في الغداء، انا واحده من الناس ممكن اتغدى بيه، يبقى حلو قوي. جربوه ومتاكده ان هو هيعجبكم قوي. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم، تشاركوها مع كل اللي بتحبوهم، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير بافكار كتير جديده ان شاء الله تنال اعجابكم. ما تنسوش اللايك والشير.